كان الخاتم الذي يلبسه الإمام مالك بن أنس منقوش عليه هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقيل له في ذلك: لما اخترت هذه الآية بالذات؟ قال: لأن الله قال بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ففضل حسبي الله ونعم الوكيل عظيم، ومن لزمها فإن الله سبحانه وتعالى يغير حاله، ومن كان خائفا فرددها فإن الله يؤمنه. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الآية لذلك قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلب عليه المشركون، رددها قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال خليل الله إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فهي تؤمن الخائف وتفك المكروب.